السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده راجعه لكم فيديو جديد. والنهارده معانا تمليح الليمون. كل سنه وانتم طيبين. المخللات بقى بتاعت رمضان، انا هعمل معاكم كذا مخلل. تعالوا يلا بقى نشوفوا الجمال دوت عملناه ازاي. لايك وشير بقى للفيديو على قناه اميره مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة راجعه لكم فيديو جديد. والنهاردة هنملح الليمون بطريقة سهلة وبسيطة عشان رمضان. وانا جبت الليمون كده وغسلته. وتنقي الليمونة الناشفة بالشكل ده كده اهوت، ما تنقيهاش مستوية ولا فيها حاجة، وما تنقوهوش اخضر عشان ما يبقاش مجلد في السوا. وتجيبي الليمونة كده اهوت وتقطعيها بالشكل ده كده 4/4 بالشكل ده كده، شايفين؟ بعد كده هجيب اي حله او اي صينيه او اي حاجه هنزل فيها لغايه ما اخلص الكميه كلها. ومعايا هنا اهوت عصفر وحبه البركه، دولت حوالي 8 كيلو، 2 على بعض، عصفر على حبه البركه. نقلبهم مع بعض كده اهوت بالشكل ده كده اهو. وهنركنهم دلوقتي، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. انا هكمل بقى كميه الليمون. انا معايا حله هنا على النار اهي، الميه بدات تغلي اهيت، واول الميه ما تغلي هنزل عليها بالليمون. هنا معايا الميه غليت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هبدا انزل بقى بكميه الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهوت، وهسيبه بقى يغلي غلوتين. بعد كده هنطفي عليه، بعد كده هرجع اقول لكم هنعمل فيه ايه. هنا بقى الليمون بعد ما غلي غلوتين بالشكل ده كده اهوت، هنطفي عليه بقى ونطلعه نصفيه بمصفى. هنبدأ بقى نطلع الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. طلع في المصفى. هنا بقى بعد ما طلعت الكمية كلها هسيبه يبرد خالص. والمية بتاعته انا مش هرميها، المية بقى ديت بردك هسيبها تبرد. هبقى هسيب دلوقتي الليمون يبرد وهنسيبه المية بتاعته تبرد، عشان المية دي اللي هناخده منها ونملح الليمون منها. تابعوني لاخر الفيديو عشان نشوف بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. شايفين المية بعد ما بردت اهيت شكلها تحفة ازاي، لونها تحفة بجد. والليمون معايا بارد اهو، شايفين جماله عامل ازاي، اصفر كهرمان ولونه تحفة. ومعايا البرطمانات اهيت نضيفة ومتعقمة. همسك بقى كده واحدة واحدة بالشكل ده كده. هفتح بقى الليمونة كده وهبدأ بقى احشي واحدة واحدة من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد كده حبة حبة واحشي كده الليمونة من قلبها. مش عارفة شايفين ولا لا، بالشكل ده كده اهو. شايفين شكل الليمونة عامل ازاي؟ بحشي ازاي، باخد حبة حبة وبحشي كده الليمونة من جوه بالعصفر وحبة البركة، وهنزل في البرطمان بالشكل ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهوت، بقت بالشكل ده كده اهوت. هنزل عليها بقى على الجزر المبشور. عندك جزر حطي، ما عندكيش مفيش مشكله. هنقلب بقى كده. وهاخد بقى باي حاجه كده، كوبايه او اي حاجه في البرطمانات بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنزل بقى بالشكل ده. عليها في كل البرطمانات. شايفين لونها اصلا خطير. هكمل بقى الكمية وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. كده بقى انا خلصته. بعد كده خدت حبة مية من اللي هو بتاع الليمون دوت، بتاع اللي غليت فيه الليمون، وهنزل بقى كده اهوت لغاية ما اغطي لحد الوش. شايفين الجمال؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين منظره عامل ازاي؟ والله الكاميرا ظالمه شكله، على الطبيعة شكله احلى. شايفين؟ وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.